السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. طلبت من جوزي التين الشوكي رايح جايبهولي بقشره. يلا بقى بنشوف انا قشرته ازاي وعملت ايه عشان اعرف اقشره. انا فعلا كان اول مرة اقشره بس اتصرفت وقشرته. كلنا عارفين ان احنا بنروح نجيب التين الشوكي من الناس اللي قاعدة في الشارع بيقشرهولنا ويديهولنا على قد الكمية اللي انت عايزاها. هو بقى راح جاب لي كمية التين الشوكي وقال لي خد التين الشوكي اللي نفسك فيه. قلت له جايبهولي ازاي كده؟ يلا بينا نشوف الفيديو. سهل وبسيط كده وسريع، بس هقول لكم انا اتصرفت ازاي وقشرته ازاي. احنا الستات المصريه بقى اللي بنسد في اي حاجه ومش هيهمنا وهنقشر التين الشوك. كلنا عارفين طبعا ان هو فيه شوك ناعم كده، خلي بالك منه وانت بتقشريه. فانا هقول لكم انا قشرته ازاي يعني، وتجربتي معاه لاول مره ان ازاي ان انا بدخل التين الشوكي عندي البيت من غير ما اقشره. انا دايما بروح اكله كده على العربيه، او مثلا بجيب العدد اللي انا عايزاه واجي احطه في التلاجة وبعد كده اكله. انا بحبه جدا التين الشوكي، من عشاقه فعلا. فاول مره ان انا اقشره في البيت، جبت كده بقى الشوكه وبدات ان انا اغرزها في قلب التنايه، واقوم جايبه التنايه من ورا ومن قدام كده، مقطعه القمع بتاعها من قدام ومن ورا. وبدات كده ان انا اخلي ايه القشره بتاعتها كده بالشوكه وبالسكين. فعلا كانت تجربه حلوه يعني، وعرفت ان انا اقشره في النهايه. بس هو كان بياخد مني غلب عشان ما كنتش عارفه اتحكم في التين. ولو انت طبعا عندك الجوانت البلاستيك ده بكل سهوله هتعرفي تقشريه، بس انا عشان انا اصلا مش بقشره ومش عندي الجوانت ده زي اللي هم بيلبسوه، فانا حاولت ان انا اقشره في البيت. بس الحمد لله قشرته والنتيجه طلعت يعني ايه الى حد ما كويس. بدا التين يطلع معايا اهو بكل سهوله من القشره بتاعته. ان انا يا دوبك امسك التنايه كده بالشوكه واقطع القمع بتاعها من قدام ومن ورا، واقوم جايبه بقى السكينه بتاعتي، وبعد كده اقوم جايه ايه اسمها كده القشره من النص بكل سهوله، وبعد كده ببدا ان انا اقشره. هو خد مني غلبه شويه ووقت، طبعا كل واحد شاطر في صنعته سبحان الله. يعني كل واحد يقول لك ايه ادي العيش لخبازه. بس انا اتحطيت في موقف وكان لازم اكون قد، يعني هروح لمين اقول له قشر لي التين؟ هو خلاص اشتراهولي وجه، فكان لازم ان انا اتصرف وان انا اقشره. بس زي ما انا قلت لكم ادي العيش لخبازه، كل واحد حر في شاطر في صنعته. بس احنا كستات يعني هنعرف نتصرف. بدات ان انا ايه يعني زهقت كده من الشوكه ومن السكينه، فبدات احاول ان انا اخليها كده من النص. بس فعلا يعني شوكتني شويه ودخل في ايدي شوك. ففعلا يعني ايه على قد ما انا قدرت كده عرفت ان انا اعملها. بدأت بقى ان انا واحدة واحدة كده، ورجعت للشوكة والسكينة تاني. لما حسيت ان انا اتشكيت لا قلت هرجع للشوكة والسكينة تاني عشان اعرف ان انا اقشره. بس فعلا كانت تجربة يعني ايه الى حد ما. إيه ولو جالي تين شوكي يعني وكده هعرف ان انا اقشره بكل سهولة. زي ما انا قلت لكم طريقة تقشيره كانت سهلة. هي خدت مني وقت وخدت مني ومجهود، بس عملتها يعني انجزتها وعملتها. زي ما انا قلت لكم احنا ستات مصريين وشاطرين، واي حاجه هتقف قصادنا لا مش هتقف. هنحاول ان احنا نعملها وهنسد وهنقشر التين الشوكي كمان. بدات والله ان انا بايدي كده اعمله، بس زي ما انا قلت لكم ايدي اتشوكت شويه. ما تعمليش الحركه اللي هي بايدك دي، لا خليكي في الشوكه والسكينه. ان هي فعلا فيها شوك ناعم جدا، بعد كده هتلاقيه دخل ايدك مش هتعرفي جالك ازاي. فبلاش تستخدمي ايدك في التين الشوكي خالص. لو انت عندك جوانتي البلاستيك البسيه، او اعمليه زي ما انا عملت في اول الفيديو، ان انا مسكت بالشوكه وبالسكينه وبدات ان انا اقشره. قشرت كل كميه التين الحمد لله. وزي ما انا قلت لكم مفيش حاجه هتقف قصادنا ولا حاجه هتعطلنا. اتمنى الفيديو يعجبك، ولو جوزك عمل معاكي زي ما جوزي عمل معايا وجاب لك التين الشوكي بقشره، اتصرفي وقشريه واثبتي له ان انت قدها. وفعلا قشرنا التين بكل سهوله بعد مجهود يعني وكده، وبعد كذا تجربه. بس التجربه فعلا اللي هي هتنفع معاكي اللي هي بالشوكه والسكينه. هتقطعي القمع من قدام ومن ورا، وبعد كده هتبداي ان انت ايه تفتحي التنايه من النص، وتحاولي كده بالشوكه وبالسكينه تخليها بكل سهوله. حطيه بقى في الفريزر كده. حطي بقى في الفريزر عشان حلاوه التين فعلا وهو ساقع. انا من عشاق التين وبحبه قوي وبحب الموسم بتاعه. بس فعلا كانت اول مره اجربه ان انا اللي اقشره في البيت. انا دايما بجيبه متقشر واحطه في التلاجة واكله. حطيه بقى في الفريزر كده او في التلاجة يسقع شويه، وكليه في الحر اللي احنا فيه فعلا بيبقى طعمه لذيذ جدا وجميل جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. مع السلامه.